مرحبا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم بخير وصحة وسلامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونبدو وياكم من الريوق، وهذا قورة شاي عصابة، وريوقنا البسيط بيض ويا البوتيتة وشاي وكعك وخير من الله ونعمة. وهنا صبينا الشاي، أحلى شي الريوق يم الصوبة. شلونكم؟ شخباركم؟ أموركم شلونكم ويا هذا البرد؟ الحمد لله والشكر، بس كلش باردة الدنيا والله، حتى الجهال الخطا يطلعون للمدرسة يعني بصعوبة. وبعد ما كملنا الريوق راح نتوجه على التنظيف. وهاي هنا باع الكوارث الصبح، واحد من يقعد يشيل والهوسة ورا ما يروحوا للمدرسة. كلها صراحة لملمة وعزلة وأنظف وياكم بالفيديو. هنا بتأنكت هاي احنا نصح لها مفرش فوق الزولية، راح أنكتها وأشيلها وبعدين أكنس وأنظف وأكمل وأرجعها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بنات، شفتوا افتتاح الخليجي 25 بالبصرة؟ اللهم صل على محمد. رفعت راس والله العظيم، يعني فدشي يعجز اللسان عنه. يعني الحمد لله والشكر، لوحة فنية والحضارة العراقية والفنانين والمطربين اللي شاركوا والجمهور. والله العظيم يعني فد رفعت راس. إن شاء الله يا رب دوم الأمن والأمان لبلدنا وأعلى المراتب إن شاء الله يا ربي. وهنا بديت أكنس بالمكنسة الكهربائية، يعني مو دائما أكنس بيها، بس من نحتاج النزولية تحتاج يعني هي تنظف زين، يعني تكرمون التراب اللي يصير جوا الزوالي تسحبه. هاي الأشياء، الخيط، الشعر، هاي الأشياء. وهنا بديت أنظف. هاي الغرفة احنا مسويها مثل القعدة، يعني قعدتنا دراسة الجهال، يعني يكتبون يقرون بيها، غدانا عشانا ريوقنا كله هنا. بنات، أتمنى تشتركون بقناتي وأكون ممنونة من عندكم. وهنا كملت الغرفة هذه وطلعت للمطبخ همين راح أنظفه. بنات كلش ماكو مشاهدات قليلة وحتى التعليقات أتمنى تعلقولي وتصيرون إلي خوات إن شاء الله. كلكم خوات تصيرون. ويعني أني أحب أصور، أحب يعني أطلع باليوتيوب يعني فيديوهات، وشجعوني حتى أستمر حبيباتي. هنا بديت أنظف المطبخ. وقولوا لي يعني الشي اللي ما يعجبكم بالفيديو، كتبوا لي بالتعليقات، مثلا صورة ما واضحة أو شي ما عاجبكم بالفيديو، طولنا رأيكم. أنا همين مبتدئة، يعني رأيكم همات يعني يفيدني ويطور من قناتي، وأكون ممنونة من عندكم. هنا كنت دا كملت الغرفة طلعت على المطبخ. وهنا دا يعني أنظف مكان يم الطباخ والسينك. وهنا راح أكمل التنظيف. هنا دا أراويكم يعني بعد التنظيف باع وين كانت وين صارت. والله التنظيف راحة نفسيا متكملين، يعني راحة تحسين نفسيتش مرتاحة. هنا كملت التنظيف وكملت، وطبعا مسحت المجمدة، مسحت التلفزيون بس ما صورته. وهذا المطبخ همينه صار نظيف ويلمع لمع.
وهذا الكاشي هسه هم كله راح امسحه. وهنا طلعنا لبرا، راح اجيب الملابس مشورات على المشار، راح اشيل هذني بياضات يعني والفواتح غسلتني من الليل. ثاني يوم راح اشيلهن، وهسه عندي يعني الملابس الالوان راح اغسلهن همين وجبة واحد وياكم. هنا بديت اشيل اشوف منو اللي يابس، وهنا خليت الملابس الالوان الغامقة يعني بالغسالة، وراح اكوك الغسالة وبعدين اخلي لها التايت. هو المفروض بهذا المجر بس اني مباشرة للسهولة يعني اخليه. بنات انتم متعاون هاي المعاناة، الملابس متية بس اني 3 ايام يعني يعني مكاننا ما بيه شمس، 3 ايام متية بس الملابس. أنا آسفة على صوتي شوية بداية نشلة. وهنا راح أكمل الملابس وأفوت على الغدا، نسوي الغدا لأن كلش تأخرت على الغدا ووقت رجعت الجهال من المدارس. فرأسا عندي صدر دجاج قطعته حمسته ويا فلفل أخضر وبصل وحمسته، وبعدين خليت له معجون وحمست المعجون وخليت له المي، خليت المي شوية يعني يقرض احنا نقول يصير مثل الصلصة، وبعدين ضفت عليه التمن. أخلي له بهارات برياني وشوية كمون، وهنا كمان عندنا وقليت وياه باذنجان وهاي صدور الدجاج. فكانوا الجهال مستعجلين يعني صورت بس التمن، يعني ما صورت الخضرة والزلاطة وهاي السوالف لأن خطيت جو جواعة. ايوه هذا كمان عندنا التمن الأحمر أسرع شي إذا قاعدة متأخرة، ومن بعد التمن الأحمر طبعا الماعين. وهنا يعني يمكن النساء كلها ما تحب هاي الفقرة مال غسل المواعين، خاصة هسه الجو كلش بارد. هنا راح أراويكم، جاي يعني أراويكم المواعين الكومة. هن مو هواي بس يعني هم زين. أي وهنا راح أفتح عليهن شوية مي الحار يتنقعن. هنا هذين الطاوات بقن عندي من الريوق، كملت تنظيف وهاي وعفت المواعين يعني ما غسلتهم لأن قلت لكم قعدت متأخرة صار وقت الغدا، فعفت المواعين قلت يعني بعد الغدا إن شاء الله أغسلهن. وبنات هذا الزاهي لميس يعني كل زين يخبل، يعني همين ما يخشن الإيد والرغوة مالته كلش يعني صلوات يعني كلش حلوة بالماعون ويعني وتنظف الدسومة. وهنا ما شاركتكم الجلف لأن أنا أصور بإيدي يعني فما أقدر أغسل، فبس راح أصور لكم شلون أشطفهن من الزاهي. وهنا قاعد أشطفهن من الزاهي، هن قليلات لأن أنا صبيت تمن بصينية معون واحد خيار وزلاطة يعني طاسة واحدة، ماكو معين هواي، مجرد أن الطاوات بقل من الصبح. بنات قولوا لي شلونها قناتي، يعني قيموا لي اياها زينة وسط. يعني مبتدئة ويعني أحب يكون عندي قناة على اليوتيوب، وبردكم تشجعوني وتوقفون بظهري، والله يعطيكم الصحة والعافية يا رب إن شاء الله. وهنا آخر شي بالمعين راح أكمل. طبعا ورا الغدا سوينا شاي، فذني الكوابة يعني ورا الغدا يعني توسخن مو من الصبح لا غسلتهن، بس نسيت الطاوات يعني على الطباخ وظليت ملتهية يعني ملابس وتنظيف وشي. اي يعني هنا بديت يعني راح أكمل. راح أغسل هاي الجهة الثانية مالت السنك همين جلفتها، راح بس يعني أخلي عليها ماي أشطف الزاهي من عدها. سالفونا شنو غداكم اليوم، اعطونا أفكار والله. هي شنو غداكم لليوم، يعني هو واحد الغدا حيرة
يعني يظل صافن شو أسوي مرقة بعدين أطبخ عنده شي بسرعة يسوي. فأحب يشاركوني يعني مثلا يقولون إحنا اليوم غدانا هيج مرق مثلا دولمة برياني. والله اليوم أنا سويت تمن أحمر، هو أسرع شي. أي بس هو التمن هم لازم يتنقع قبل وقت، أنا نقعته وكمل الشغل وبعدين رجعت لو هنا الراحة النفسية الله. تكملين السينك وتمسحينه وتنشفيه وتلمعيه، تحسين نفسك انجزتي إنجاز عظيم. أي الحمد لله والشكر، هي هاي واجباتنا يومية وإن شاء الله ميزان حسناتنا، وألف الحمد لله والشكر يا رب على العافية. أنا بديت يعني أنشفه من الماي السينك، أنا بديت أمسح الكاونتر همين وياي، والمصفي مالت الماي همين يوميا مسحة، هم يعني مرات يصير بيه دهن أو تراب فلازم يمسح. وقاعد أمسح الكاونتر الباقي. كملت الحمد لله والشكر. وهنا راح سويت العشاء بس ما شاركتكم إياه حتى ما يصير ملل. هنا سويت كباب وبوتيتا وصمون حار وخيار وطماطة وليمون وشاي حار، والحمد لله والشكر يا رب على النعمة. كلش طيب الشاي ويا الكباب القلي. أنا لا أسوي كباب لازم شاي ويا على العشاء. وهنا بتصب بالشاي الحار المهيل، وسهمكم ألف عافية إن شاء الله يا ربي. الطيب عشاء هو الكباب، احنا كلش نحبه بالعشاء. احنا التمن دائما يعني تمن ومرق أو دولمة أو برياني يعني شي بيتمن، بس النواشف تبقى على العشاء. وراح أسوي لهم للتعلولة همين محلبي رادو. هنا خليت الحليب وشكر ونشا على البارد وخبطتهم وخليتهم على النار وهيل، وبديت أحرك بيه. وهنا شوية بدأ يثخن عندي. كلش طيب المحلبي يعني بهيج جو بارد، احنا ناكله وهو حار نحبه يعني ما ننتظره يبرد، يعني الجو بارد. وهنا راح أضيف له هاي القشطة، قيمر أو قشطة يعني، وياه يصير كلش طيب يعني يصير شلون الكريمة، كأنه ما كريمة يخبل طعمه يصير. وهنا قاعد أذوب القشطة وياه. وهنا ذابت عندي القشطة، وراح أخليه بالماعين، هاي خليته هنا صبيته وياه طبعا الذرة. وهاي تعالولتنا من بعد العشاء، محلبي وذرة والحمد لله والشكر يا رب، وقعدة العائلة والجمعة يوم الصوبة أحلى شي ومع ألف سلامة. باي باي.